جامع ستلندا في مدينة الناصرية من أشهر الجوامع في المدينة، حيث يهوي إليه آلاف المصلين من كافة أبناء المحافظة، تخليدا لروح المرحومة المسيحية ستلندا التي سكنت مدينة الناصرية وأنشأت هذا الجامع. المرأة الطيبة التي سكنت وجدان وعاطفة المدينة، كونها العش الرائع لمن يحسن الألفة والعمل والتعايش مع أهلها الطيبين. ستلندا هي امرأة مسيحية من أهالي بغداد، اختارت مدينة الناصرية للسكن فيها بعد أن سمعت عن طيبة أهلها ونقاوتهم. أحب أهالي الناصرية هذه المرأة بشدة، كما أحبتهم وبذلت كل ما تستطيع من جهود لخدمتهم. جامع ستلندا من المساجد القديمة والمساجد التاريخية في مدينة الناصرية. انشأ عام 1964، اكتمل كبناء وأصبح مسجد. أنشأته امرأة تسمى الحاجة ستلندا من أصول سورية وديانة مسيحية. بعدها انتقلت من سوريا إلى العراق عن طريق الصليب الأحمر في ذلك الوقت في نهاية خمسينات القرن الماضي إلى مدينة بغداد. وبعد هذا الترك تعرفت على رجل من مدينة الناصرية وانتقلت معه إلى هذه المدينة المعطاء، مدينة الناصرية الفيحاء. بنت هذا الجامع ستلندا. الجامع هذا أثري في مدينة الناصرية وله دور فعال في الناصرية. وهو الجامع هذا يحتوي لأبناء المنطقة جميعا. أبناء المنطقة ردوا الجميل إلى الجامع ستلندا لينكسع إلى الترميم وبناء المسجد، وحاليا هو المسجد معمر الحمد لله والشكر. كانت امرأة غنية ورغم كونها مسيحية قامت ببناء جامع كبير في الناصرية وأهدته إلى أهالي المدينة، وقد سمي هذا الجامع باسمها ويعتبر من أشهر الجوامع في مدينة الناصرية، يصلي فيه الناس بكثرة تخليدا وترحما على روح هذه المرأة الخيرة. وإلى هذا اليوم ما زال جامع ستلندا يحمل اسمها ويحمل حب أهالي المدينة لهذه السيدة الطيبة المتميزة. عاشت قصة معينة من حياتها، مما اضطرت بصدمة عاطفية لها أن تترك بغداد وتذهب إلى مدينة تحتويها هذه المدينة، مدينة حب ومدينة شعر. كانت امرأة تعشق الشعر طبعا وتحب الشعر وتكتب الشعر أيضا، فأتت إلى الناصرية قرب نهر الفرات، سكنت هنا، بنت هذا المسجد بأموالها الخاصة، ولا زال الناس يذكرونها جيلا من بعد جيل، يذكرونها بالحسنى، يذكرون أثرها الطيب. قصة ستلندا تعبر عن الحب والنقاء والتعايش السلمي بين العراقيين منذ ذلك الوقت بين مختلف الاتجاهات والأديان والطوائف. لقناة النجباء الفضائية، سلام السرهيد، ذقار.